أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كعادتنا نبدأ بجلسة الحوار والمناقشة، فمن عنده سؤال أو مسألة أو تعليق أو مطلب ما فليتفضل. Why do so many مرجعية disagree on the day of Eid, and how can we fix this problem? هو يقول: ما هي أسباب اختلاف المرجعية بإعلان يوم العيد، وما هو الحل لذلك؟ السبب في الاختلاف هو اختلاف في شيئين أساسيين. الشيء الأول اختلاف المبنى الفقهي لدى بعض المراجع في مسألة ثبوت الهلال. فمثلا البعض يرى وحدة الأفق، البعض الآخر لا يرى ذلك. هذه المسألة لأنه بين المراجع ليس هنالك اتفاق على هذا المبنى الذي يحدد ثبوت الهلال في بعض البلدان دون بعضها الآخر، فيحصل اختلاف. هذا في هذا الشق. الشق الثاني أنه بسبب أن كل مرجع يعتمد على فئة معينة تشهد بثبوت الهلال من عدمه، فلذلك يقع اختلاف. فممكن مرجع من المراجع يثبت عنده مثلا حسب الجماعة الذين عنده أنه ثبت الهلال، رأوا الهلال، فيحكم بثبوت الهلال. هذا الحاكم يحكم بثبوت الهلال. مرجع آخر أو حاكم شرعي آخر لم يشهد عنده أحد، فيحصل هذا الاختلاف. فبسبب هذين الشقين بالدرجة الأولى. الحل ما هو؟ الحل حسب نظرنا أنه يتكون مجلس شورى الفقهاء المراجع. إحدى إيجابيات تكون هذا المجلس في حالة قيامة أنه من يشهد عند الأول يشهد عند الثاني على السواء، لأن الكل مجتمعين في نفس المجلس، سواء بأشخاصهم أو عبر من ينوب عنهم في التمثيل في هذا المجلس. ومن جهة ثانية أيضا المجلس هذا لأنه يحصل بينهم نوع من المقابلة الدورية، التشاور الدوري، هذا يؤدي إلى تلاقح الأفكار الاجتهادية، فبالتالي قد يتوصلون إلى مبنى فقهي واحد في مسألة إثبات الأهلة، إثبات الهلال. يرون وحدة الأفق، لا يرون وحدة الأفق. يرون مثلا أنه السابق الشرقي إذا ثبت فيه فإنه يثبت في اللاحق الغربي، إذا ثبت في الجنوب يثبت في الشمال، وما أشبه ذلك. إذا ثبت في نفس الأفق فإنه يثبت، وغير ذلك. يعني هذا يؤدي إلى تلاقح الأفكار فيما بينهم، فلعلهم يتوصلون إلى مبنى فقهي واحد. فإذا قضينا على هاتين المسألتين أو تخلصنا من هذين الاختلافين يتوحد العيد حسب الافتراض.